موسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2023-2024 لهذا العام، والذي من خلاله نتفائل ونتطلع إلى أرقام إن شاء الله تكون إيجابية وحسب التطلعات المسطرة منذ بداية حملة الحرث والبذر. الحمد لله، يعني كانت قرارات استثنائية من طرف السلطات العليا البلاد التي أقرت بالتعويض المجاني للفلاحين والمنتجين بالبذور والأسمدة. كل هذه التحفيزات وكل هذا التكفل من طرف السلطات العليا يعني ما سوف يؤدي ويشجع يعني توسيع القاعدة الإنتاجية وتوسيع المحصول التي سوف يتم تجميعه لدى تعامل حبوب البقول الجافة. اليوم الفلاحين راهم يعني استحسنوا هذه الطريقة واستحسنوا هذه التحفيزات. الحمد لله شفنا ميدانيا توسع المساحات المزروعة خلافا للسنوات الماضية، وأيضا سوف نتوقع بإذن الله منتوجا وفيرا، وسوف نعمل كذلك على تأطير العملية إلى آخرها للحصول على أكبر كمية سوف يتم تجميعها لدى تعاون الحبوب البقول الجافة. أكيد أنه بعد الحصاد هناك أمر ثاني وهو الإحصاء. ربما مديرية المصالح الفلاحية كذلك عندها استعداد كبير للإحصاء. نعم، هو في الحقيقة الإحصاء العام للفلاحة هو الطبعة الثالثة من نوعها في الجزائر بعد إحصاء 1973 وإحصاء 2001 اليوم في 2024. كل التأطير والدعم التقني اللازم وتجنيد كل الوسائل البشرية واللوجستية رانا يعني متأهبين للانطلاق، ونحن على بعد سويعات من هذا الحدث الهام. سوف تكون لنا نظرة استشرافية ونظرة مستقبلية جد واعدة من خلال دقة ومصداقية المعلومات المستقاة ميدانيا. إذن كل الأطراف مجندة وكل الفاعلين في هذه العملية تحت إشراف السلطات الولائية والمحلية، وبتأطير يعني كفاءات وإطارات القطاع ومختلف الشركاء لإنجاح هذه العملية بتسهيل العمل من طرف الموالين والمربين وأيضا الفلاحين اللي راح يساهموا أيضا بشكل كبير في تعريف وتبيين قدرات المستثمرات من الفلاحية. وبهذا سوف تكون العملية إن شاء الله في أحسن الظروف، ونحن جاهزون لهذه العملية.